لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1211 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهيوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. بەڵێ خۆشەویستان وەکلوانی ڕابردوش کەمێک لە خزمەت دوات پیرۆزەدا بووین لە دوای ئەوەی کەوا قەومەکە قەومی لوط عليه الصلاة والسلام زانیان کەوا لوط پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام میێوانی هاتێ کۆمەڵە گەنجێکن کە نازان ئەوانە مەلایکەتن ئیتر دێن دەرگای لە لوط دەگرن عليه الصلاة والسلام تاوەکو کارە قێزەونەکەی خۆیان ئەنجام بدەن لەگەڵ میوانەکانی تروك خواهي قد فمجاءه قومه يهرعون إليه بپل وكو بلي كسك دفعيان بكا كوا بفعلي شيطان شهوة بيسكي خوانا دفعيان دكا لبو أوي كوابين لبو أنزام داني أو كارقي زونة ومن قبل كانوا يعملون السيئات لبيش أو هات نشيان أوان هر خريشي كاري خراب وفاحشبون إن ذا كذا قنا أوي قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لوط عليه الصلاة والسلام بيان دفرمي أوك سكاني منن أوان باكترن كزواجيان لقلبكن لو كارقي زونيك أنزامي دن يتر كاتيك وكلواني راوز باسمان كن هن أطهر كوا لبو مفاضلة اسم تفضيلة الله مليرا وكو زانان دفرمو وكل تحرير وتنوير بتايبتي دلي مسلوب المفاضلة لێرە مفاضلە بەمانای مفاضل ناوە کارەکەی خۆتان باشە بەڵام ئەوە باشترە نا بەڵکو لێرەدا هون ئەطهەر لەکم واتە لێرە تعبیر لە ئەوەی دەکاکەوە هەموو تەهارەت هەر لەو کارەیەکەوە زەواجێکی شەرعی لەگەڵ ئافرەتان بکەن و واز لەو کارە قێزە و نەبینن. ئینجا دەفەرمی هن بەناتی قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ئەو کچەکانی منن کەوا لە بۆنگۆ پاکترن لە بۆ زەواج. يتلا تفسير سعدي دلي أو وكو أو قضية كديت لاي سليمان عليه الصلاة والسلام كاتك ودو آفرت إشكانيا لسر أوي هيك ومن دالك هردو شان ادعاء كان كأو من دالي أوان بي. يتلا حالتي سليمان عليه الصلاة والسلام تاوكو بزاني كاميان بفعلي داتي راستخيني أو من دالي بريار دادات دلي واتساكا أو من دالب كينا دو كرت هل يكو كرتيك تام بديني ديارة أو آفرتك وخاون من دالك بحقيقي قبوليني وتحمل ناغا كوا من دالك بكرت دو كرت يكسر تنازل لك لأن خير بيدنا أو لير دا دزاني أو يانداتي أو من دال ما بس أو نبوك بفعلي بكاتا دو كرت تليرج دا دالي أو عرضي أو قسي بابلين لوط عليه الصلاة والسلام لقال قومكي وكو أو عرضي سليمان اللي قال أودو آفرته لبرو سليمان دي زاني أو هر كرتيناكا أو من دالي والله مو بزاني كاميان بي بعض حقتك بديار دكوي كوا قبوليني أو من دالو كريد دوكر ليرج دا لوط عليه الصلاة والسلام دزانيتن أو قوم وازيان لآفرت هنايا بهيج شويق طالبي آفرت نين بلان بهر شويق بيت اللوط ديويتن دفاع لميوانكاني بكا وديوش شرمزاريان بكا دي أو كسكاني منن واز لميوانكان بينن لا أضواء البيان
ضل خلاف لنيوان علماء هيا درباري أو قومي لوط عليه الصلاة والسلام كوا كاتك كذا فرمي هؤلاء بناتهن أطهر لكم. بابنم لسرتن قولك يقلب قولانا أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط. لذا ما بستي لوط عليه الصلاة والسلام مجرد دفاع كردن بو دور خصنوي أو قوم فاحش فاسد بو لم يوانكاني ولم يرد إمضاء ما قال. ما بستي أونوك بفعليك سكاني خوي تسليميان بكاتن وكو أكريمو أبو عبيد ضلين لقولش ديك أن المراد بناته لصلبه. لقولش كذا فعلا ما بستك سكاني خوي بوانك ولا صلب خويتي وما ناكش بمعنى دي دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم بناتي. كواتل يرد ما بستي أوي واز لو كارقي زونبينا لنربازي أمنيش سكاني خوم وكو زواج الشرعي بيتان دبخشم. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزا في شرعه. كوات خوان كافر بون كاتك لوط عليه الصلاة والسلام ضليك سكاني خوم باولين وكو زواج وهاو سرجيري دمنجو كوات الديار اللي شرع كوي جائز بو آفرتي مسلمان بدريت كسي كافر. كما كانت بنات نبينا عليه الصلاة والسلام تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف. لسرت هذا پیغمبر صلی الله علیه و پیش و پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتسکانی داب و کسانی چی مشرک بلام کدوای و بو پیغمبر لسرتای پیغمبر اتکشی لیچ دیانه کرنه و دواتر او زفرمانی پیکردن که وقت لسرتای پیغمبر ات پیغمبر صلی الله علیه و دیاره هر اقراری پیکرد بو زوازی که موجوده که افراد مسلمان لای کسی چی کافر دواتر فرمانی پیکردن کلیک زیاب بنوا. لقول سيم أن المراد بالبنات جميع نساء قومه. قول سيم ضلي ما بستي هن هؤلاء بناتهن أطهر لكم ما بستي هموك سكاني أو قوميك وموجودة وكو كتسي خوي حساب دكاتن دي واز لو كارقي زونبينا برون سكانم واتلنا أو قومي أو كتسن كتسي منن باعتباره كوا بيغمبرة برون أوان بخوازن لبرتي لأن نبي القوم أب ديني لهم لبر أوي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وكو لروي دين الشرع وكو باب يكن لبو أو قومي كوال نبي أندانا وكو دلي درباري پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسورة الأحزاب خواهي قد فرمي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو إيمان داران لنفس خوان لبيشتره وأزواجه أمهاتهم خزانة كانشي دايشي إيمان دارانا كواتا لو روانجيوة فعلا أو دلي برون كتسكانم ما بستي همك سكاني قومكيتنا كتسكاني خوي بتايبتي. إنزا هل دريجي أو رأيانا دا شنقيطي رحمة خالد دلي أو رأي قرينيك وبلغيك كوا رأيك نزيق دكاتو له الصواب هندێک و بەڵگەیەشکە هەیەکەوە دووری دەخاتەوە لە سەواب. ئەو قەرینە و بەڵگەیکەوە نزیکی دەکاتەوە أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قوم كما هو ظاهر. كاتك أجر أما أو هاي ليك بدينه ما بستك سكاني خوي بيخو بخوي دوكسي هبو والله أعلم يدي وأنا خزور خو دوكسكو بشي أو هم ويدك كاتنا ما بستي سكاني هموك سكاني قومكيتي كوابرون سكانم كوا هموك سكاني قومك أوان بخوازن باشترا. باشان دل أو قريني كوا نزيجي دكاتوا لا راستي. وأما القرينة تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافرات. دل بلام أو رأي يعني لا إشكالك لو إذا أو بيغمبر إخوة بابي آفرتانو في أواني كافرنية تنها بابي إيمان دارانا تنها بابي إيمان دارانا وكو خواهي قرج لو آتي سورة الأحزاب دربار پیغمبر خوما صلى الله عليه وسلم فرمي النبي أولى بالمؤمنين لبو إيمان داران لنفس خوان أولى ترى نقلبو كافرانيش كواتا إتر أو رأيان هي درباري أو آتي كخواهي قرج سر زماني لوط لو ما اندجيريتوا كذا فرمي هؤلاء بناتهن أطهر لكم. بهر حال أو كوا قرنجة فعلا لوط عليه الصلاة والسلام ديو دفاع لميوان كان خوي بك بهيج شويك ما بستي أو نبوك والعياذ بالله بنا الشرعي تسليمي أواني بك كسكاني خوي.
ولسورة الذاريات دفرمي بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد وهم أهل بيت لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أو أهل درجي بلغ كان إمام شنقيطي رحمة الله إلى أضواء البيان كذلك أو آتي سورة الذارياتيش خواي قورك باز دكاتن كاتكوا ملائكة كان دفرمون يك مالي تيدابك ومسلمان تيدابك تنها عائلكي خوي بلوط عليه الصلاة والسلام إيش كسكاني خزانة كشي مسلمان نبك وتأوشر بالقيل سلويكوا لوط عليه الصلاة والسلام تنها بابي كسكاني خويتي هم لروي نسبه وهم لروي شرع دين ولويا بهر حال أو مناقشة قول كان بلا إن زابيان دفرن فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فاتقوا الله تقوى الله تعالى بكن بويكوا أي أن تعصوه بما هو أشد من الزنا خبثا لأخوها بترسين كوا أنقو خباثة وقباحة يشواد كان زور لزيناش بيستره مسألة نيربازي. ولا تخزوني في ضيفي كوا ولا تهينوني وتفضحوني في شأنهم توش الشرمزاري ما كان درباري ميوانا كانم فإنه إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي الرجل بروي هروكو معروفك كسيق ميوانكي لمالي وي إهانة بكري يان زيرانكي بأقاداري وي إهانة بكري كواتا أو بيا وإهانة كرايا كاوش تعبير لو بري كرمو قدري أو بيا وكوالوط عليه الصلاة والسلام. أليس منكم رجل رشيد أي أليس منكم رجل ذو رشد وخير كواتا أنقو بيا وكتان تيدانية خاوان رشد بي وتعقل شيبك والأخراب بيجيري توا خيري بيو بيتن نهي تام بكا لوي كوا أنقو بين فاحشة لقل ميوانكاني من بكن بياوي شواتان تيدانية كواتا بياوي شواتان تيدانية فيرعوي عن القبيح ويهتدي إلى الصواب بياوي شوا خاوان عقلو دانا وزاناتان تيدانية كوان لو قباحة بتان جيري تو ريقا راستاني شامبدا لا تحرير تنوير لي منكم بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل وانعدام رجل رشيد من بينهم كواتا يك بياوي تاكا كارتان تيدانية يك بياوي عقلتان تيدانية ريتان نيشان بدا كواتا أوش براستي هاندانا لبوي كوا كسي غيرتي بجولي لوانا بلتن دي أمن أو كسا رشيدما لنا قرم أو كارقيزة ونبكن أولا لولام دادلين قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد كواتل ولامي لوط عليه الصلاة والسلام دلين لقد علمت زانيت ديا لوط ما لنا في النساء من حاجة أو رغبة أتباش دزاني إما بهيج شيويك إيش من بجنانية ورغبتش من لجنانية وإنك لتعلم أننا نريد الرجال دون النساء وتساق دزاني إما تسمان دوي إما بياو من دوي أفرت من ناوي. ابن الجوزي دلي ما لنا في بناتك من حق دو قولي تيدايا أحدهما ما لنا فيهن حاجة بوي ليش دايته هاته هيز إيش ما بكتكانية قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني لسنا لنا بأزواج فنستحقهن كواتا إيما هاوسر جيري مالك سكان نكر تاوكو حلال بن لبو إيما إتر بهر حال أوان دلين إيما هيج إيشمان بكسكاني تو بهيج آفرتيشنية وتتساق دزان إيما تسمان دوي كوا فعلا أوان تازة فير أو قباحة قوربوينة ببيش شرمانة دين داواي ميوانكاني لوط دكن عليه الصلاة والسلام واتي دكن بشروا جنجي آسايين. إنزا لوط عليه الصلاة والسلام دفر قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة وتلوط عليه الصلاة والسلام كاتك إصراري أو قوما خرابة كارة دبيني لأسر أنزار داني فأحشل قال ميوانكاني وهروا بخوشي أو توانا ودا صلاتيني كوا بتواني رديهم بكاتوا إتر ضلت ليت لي أنصارا وأعوانا يعينونني على ردكم خوزقا كسانكم لقلبا وباربشتي من بان تاوكو أنقوم بتواني بان رد كربال ولوقوتمان لنا وقام كشتنها دوكسكي خوي إيمانيا بيهنا
كواتە لو أن لي بكم قوة بغوي دڵێ أراد قوة البدن أو قوة أو القوة بالأتباع یان بەخۆم قوتێکی وام هەبا بە تەنیا هەمووتان ڕەت کرد بە یان تابیع و کەسانێکم لەگەڵ بایە کەوا بتوانن ڕەدینگۆ بکەنەوە و بتوانن ئەنگۆی بجێڕنەوە تاوەکو ئەو کارە قێزەونە ئەنجام نەدەن. بەڵێ خۆشەویستان دیارەشتی تریشما باس بکەین لەو ئاتە بەڵام لەبەرتەوە بوونی کات دەوەستین بە پشتیوانی الله تعالى لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.